مجلة ماروك إبدو نشرت خريطة موضوع عن الصحراء الشرقية المغربية، ورسمت خريطة المغرب تتضمن الصحراء الشرقية. موضوع عادي جدا، لأن دستور المغرب بيتكلم عن الحدود الحقة. في حاجة في المغرب في دستورها اسمها الحدود الحقة، وهي الحدود التاريخية للمغرب. قامت الدنيا ما قعدتش ووصلت لمرحلة التلويح بالحرب في برامج التلفزيون، بل ومناورات عسكرية قالها عمار بن قادة ولا قادة بن عمار في تلفزيونهم. شوف وتعال احكي لك الحكاية. عفوا، كاين واحد المجلة نكرة يعني لا يقرأها أحد، ربما حتى المغاربة لا يقرؤون هذه المجلة. دارت في صفحتها الأولى خريطة ولونتها بالأحمر، دخلت حتى إلى ما يسمى الصحراء الشرقية لدى بعض النخب المغربية المريضة نفسيا، والتي لم تكتفي بتزوير التاريخ وإنما تريد أيضا لي عنق الجغرافيا وتزوير الخرائط. وبداو يلونوا خربش خربش خرابيش ولون تلوين. فاليوم كان الرد الحاسم: إذا أنتم تعرفوا علبة الألوان، نحن نعرف الذخيرة الحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، لباس عليكم. تسمع عن ركوب الهواء؟ عندنا حاجة في مصر كده يقول لك فلان بيركب الهواء، اللي هو ينقز على أي حاجة كده. في من ساعة ما اتكلمت رئيسة الأرشيف الوطني في المغرب عن إنهم هيعملوا موقع إلكتروني ينشر الوثائق التاريخية والخرائط التاريخية للمغرب، وده تاريخ. في الوقت ده قامت الدنيا وبدأت تلميحات. جه بعدها مجلة ماروك إبدو نشرت خريطة المغرب ومن ضمنها الصحراء الشرقية. قامت الدنيا يا ودي وقاموا كلهم ويقول لك سوا التراب والدم والتراب المسقي بالدم والتلويح ومناورة عسكرية ردا على موضوع نشرته مجلة، ردا على موضوع مثار من سنين طويلة بالمناسبة، من بعد ما يسمى الاستقلال في الجزائر. موضوع الحدود، وده كان موضوع يجب أن يحل بالتفاوض وبالكلام وبالحوار زي ما كان عايز المرحوم الملك محمد الخامس. إنما لجأ لأسلوب تاني خالص، وهو تأسيس جبهة البوليزاريو وطلقها على المغرب لتهديد أمن وسلامة واستقرار المغرب وشغل المغرب في قصة نزاع الصحراء من سنة 1975 ومع جماعة البوليزاريو. فكده أنا شغلتهم، وترسيم حدود مفيش، هو كده احنا كده، دي ورثناها كده وهناخدها كده من فرنسا، سابتنا كده احنا كده، مفيش ترسيم حدود. مع ان الملك محمد الخامس الله يرحمه رفض ترسيم الحدود مع فرنسا، قال لهم انتوا استعمار، توكلوا على الله وانا هرسم الحدود مع الاخوه. جم بعد كده رفضوا وقالوا له ما هو كده احنا كده، وحصلت المشاكل بعد ذلك بتاسيس جبهه البوليزاريو سنه 1975 وطلقها على المغرب لشغله في قضيه ونزاع استمر ل 47 سنه 48 سنه، نزاع مفتعل بسبب صرفهم عن الصحراء الشرقيه. النهارده انتهت قضية البوليزاريو تقريبا، وبدأنا في مرحلة جديدة. بدأ الكلام في المغرب من ناس كتيرة، بدأ الكلام عن الصحراء الشرقية وترسيم الحدود، خاصة بعد الكلام عن غار جبيلات اللي هو منجم الحديد في غار جبيلات، وكان في اتفاقية بخصوصه برضو تراجعت عنها الجزائر أو أهملت الاتفاقية، وجم من فترة بدأوا يعملوا تمحكات بأنهم هيفتحوا الغار من تاني وهيبدأوا في إنتاج الحديد من الغار، ودي مجرد بس مناورة. الغار لا فتحوه ولا جابوا حديد، ده بيستوردوا حديد من موريتانيا. لذلك هنا ده اللي بنقوله، انت المشكلة بتعمل مشكلة مش بتحل مشكلة. انت حاولت سنوات ان انت تعمل نزناز في الصحراء الشرقية في الصحراء المغربية، وعملت البوليزاريو بهدف صرفهم عن الصحراء الشرقية، وانت عملت كل ده وكان حلها ينتهي بترسيم الحدود والعيش في سلام وأمان، ثم بعد ذلك اتحاد مغاربي يضمن قوة المنطقة، وكان الكل رابح من هذا الاتحاد اللي كان المفروض يضم 5 دول: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. وكانت المنطقة هتبقى في حتة تانية خالص، اقتصاديا وتنمويا وإنسانيا وعسكريا وكل قوة.
إنما كانت القصة قصر نظر ما زال مستمر. لما مجلة تنشر خريطة بتتكلم فيها عن حاجة تاريخية، يا عم رد عليه بصحافتك. ما هو بدل ما قادة بن عمار طالع دلوقتي يتكلم عن السلاح والحرب، وهو التلويح بالحرب سهل، ثم ان صحفهم تطلع كلها تتكلم عن الحرب والتلويح بالحرب والدماء المقدسة والاراضي المقدسة والاراضي اللي شاربة دماء، وده مش حل برضه. يعني برضه ده مش حل. ما ده اللي بنقوله يا عم، في لازم حل، ما فيش كلام غير الحل. والحل هو بالجلوس والتفاوض، تفاوض عقل بدون تشنج وبدون تنطيط، لان المنطقه مش مستحمله، ومفيش دوله مستحمله مشاكل واضطرابات في الداخل. وان كانت الجزائر بتعاني من مشاكل داخليه، وكل الدول على فكره في المنطقه في شمال في العالم بتعاني من مشاكل دلوقتي، ما تخليهاش ولا تخول لها انها تحارب. يعني مفيش دولة هتقدر تحارب دلوقتي ولا تقدر تدفع فاتورة حرب دلوقتي من الدول العربية، كلنا بنكح تراب. لذلك اللي مطلوب دلوقتي عقل، مطلوب دلوقتي هدوء وعقل، وليس تلويح بالحرب ورد على مجلة غلاف مجلة نشر موضوع، وإن كان انتوا الرد على من يلونون إن كنتم تملكون الألوان فنحن نملك المدافع. يا عم مش يا عم هو في كده في الدنيا؟ مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا، مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا. مجلة وتلويح بالحرب، والحرب سهلة. ولا الصحف كلها النهاردة، كلها الصحف كلها بتتكلم وتسريبات من المخابرات بان مش عارف هيتم الدفع بعناصر البلوزاريو ومعاه الكوماندوز الجزائري لاستهداف. يا عم ده كلام يا اخوانا، مفيش كده في الدنيا، ولا ينفع الكلام ده اصلا، ولا الكلام ده يفيد حد، ولا حد يقدر عليه، ولا فاتورته سهله. الحرب والتلويح بالحرب ليه ردا على مجله، او ان يكون الرد على تصريحات رئيس الدار الوثائق الملكيه السيده بهيجه السيمو بان يكون مناوره عسكريه. يعني ما الرد بالتاريخ وبالمؤرخين وبالوثائق برضه يعني، والرد يكون بالسياسه، والرد يكون بالاعلام، والرد يكون بغير كده خالص، وليس بالتلويح العسكري، لان ما حدش قده. يعني التلويح العسكري ردا على غلاف مجلة، او ردا على مقال صحفي، او ردا على صفحة فيسبوك، ده كلام عبثي، ده كلام ما يفيدش حد اصلا، ولا حد يقدر يدفع فاتورته في هذا الوقت تحديدا. ما حدش يقدر يدفع فاتورته، وهيؤدي الى تكلفة باهظة. اذا كنتم تملكون الالوان فنحن نملك المدافع. مدافع ايه بس؟ مدافع؟ وهي المدافع حسمت ايه؟ يعني المدافع اللي تمد بيها البلوزاريو سنين طويلة دي حسمت ايه؟ ولا حاجة. خسارة اموال وخسارة تنمية وتراجع وتأخر وفي دين الدنيا، ادى الى ايه؟ ولا حاجة. الكل خاسر. تنمية تأخرت وتعطلت، وهي تبعاتها ازمات اجتماعية المفروض ان احنا تجاوزناها من قرون. يعني حروب ايه؟ ومين يقدر ومين عنده فاتورة حروب يقدر يدفعها دلوقتي في هذا الوقت تحديدا؟ صواريخ وتسليح وبتاع ومناورات وحرب عشان خريطة، وبعد 10-15 سنة هيتفتح الموضوع تاني، زي ما اي قصة تاريخية مستمرة ونزاع هيفضل موجود. ما هو الصحراء الشرقية قصتها هي كانت امبارح ولا اول امبارح، ما هي كانت من الستينات وموجودة وستظل إلى أن تحل بالتفاوض وبالكلام وبالتراضي وبالاتفاقيات وبالأصول. غير كده لا عمر السلاح حسم معركة، عمر السلاح والحرب ما حسمت معركة. والدليل حرب اليمن مع التكتل العربي، حسمت حرب اليمن مع الفارق في السلاح والفارق في القوة والفارق في التسليح والفارق في الجيوش لم تحسم. ما بتحسمش كده، تحسم بالتفاوض، تحسم بالكلام، تحسم بالأصول، تحسم بالتحكيم. ويجب على جامعة الدول العربية التدخل في الموضوع ده، لأن المسألة أنا شايف في ناس موتورة. يعني الكلام ده كلام عبثي، كلام عبثي لأبعد درجة، عبث سياسي وعبث عسكري وعبث تاريخي وعبث في كل عبث. يعني عبث لا يمكن انه يكون في دول المفروض انها تكون ساعت من سنوات
الى التكامل، خاصة مع الازمات اللي بنشوفها تتزايد وتتفاقم، ازمات في الغذاء وازمات اجتماعية وازمات في كل شيء. لا يمكن يكون الحل ردا على مجلة نشرت خريطة تحرك القوات ومناورات بالذخيرة الحية واحنا اقوياء واحنا جامدين. دي مش افعال ناس قوية على فكرة خالص. يعني القوي ما تكونش افعاله ولا ردود افعاله بالشكل ده خالص. هات لي حد عمل كده في الدنيا. يعني القصص دي والكلام زي ده موجود بين دول كثيرة جدا بالمناسبة، يعني مش جديد، لكنه لن يحل الا بالسياسة ولن يحل الا بالتفاوض وبالعقل وبان الناس تكبر عقلها. واذا كانت المسألة بهذا الشكل مزعجة بالنسبة للحديث عن الصحراء الشرقية، امال الصحراء المغربيه الناس تعمل ايه؟ طيب ما هو ده الكلام اهو. يعني انت شايف ان الصحراء الكلام عنها تراب مقدس ومروي بالدماء واي كلام واي مس وذره تراب سنفعل وسنحرك. امال طيب اللي تهددوا 47 سنه دول في الصحراء المغربيه، امن وسلامه واستقرار الصحراء المغربيه اللي بيأيدها دلوقتي العالم كله، العالم العربي يقف وراءها والدنيا كلها بتقف وراءها، وحق المملكه في الحفاظ على اراضيها برضه لانها مرويه بالدماء برضه، لانها اراضيهم برضه تاريخيا برضه. الصحراء المغربيه اللي انت هارتنا بكلامك عنها، الصحراء الغربيه الغربيه الغربيه، طيب يعني انت ليك حلال ليك انا اقول وهم ما يقولوش؟ ما هو الكلام ما زال، لان في نزاع انت برضو جزء منه وجزء مهم منه وانت سببه وانت مؤسسه. الصحراء المغربيه، يعني انت من حقك تفعل ما تشاء، لكن ان حد يتكلم عن الصحراء الشرقيه وتاريخ الصحراء الشرقيه بالوثائق، رد عليه بوثائق، رد عليه بصحافتك، رد عليه بمجله، رد عليه باعلامك. انما التلويح بالحرب اللي ردا على مجله، يعني مجله نشرت وهو برضه في ذكر المجله لا يتابعها الا المئات، مهمشه مش عارف. طب لما هي مهمشه عملت كده امال لو مش مهمشه كانت عملت ايه؟ كنت طلعت القمر؟ ما طب ده كلام، ده عبث، ده عبث، ده عبث سياسي وعبث اعلامي وعبث شعبي وعبث يا ودي ما هياش كده، ما بتجيش كده، الكلام ما يبقاش كده، الدنيا ما بتمشيش كده ومش هتمشي كده. والنهارده اذا كنت سكتت المسألة النهارده مش هتسكت بكره، واذا تلافيت النهارده مش هتتلافاها بكره. الحل يكون في التفاوض والسياسة والكلام بالعقل والمنطق، بالسياسة مش باستعراض العضلات والتنقيز الفارغ وسنفقع عمليات وبتاع، والاقي الصحافة كلها بتتكلم عن عمليات عسكرية وعن مش عارف ايه وهنبعت ايه لخطوط العدو، كلام فارغ. فكرني بالواد اللي كان قال لك ايه، احنا نستخبى كلنا عند الحدود. والله واحد شفت فيديو مرة كده واحد جزائري، نستخبى كلنا ونفهمهم ان احنا سيبنا البلد، فييجوا المروك يهجموا فنقوم طالعين قايلين لهم معو ونموتهم بالخلع. وما اعرفش ده كان بيهزر ولا بيتكلم جد، المهم ده كان فيديو مشهور يعني. فده ده الرد ده بيفكرني بالواد ده، عبث بس بنوع تاني يبدو منطقي، بس ده عبث. يعني التلويح بالقوة العسكرية والحرب عشان ردا على مجلة عشان بيتكلموا عن الصحراء الشرقية، فالأولى بحل النزاع والخلاف والتنازل عن دعم ميليشيا مسلحة اسمها البوليزاريو، وعلاقة الجوار والسعي لتكامل عربي، تكامل أفريقي، تكامل مغاربي. ده اللي كان المفروض يتعمل من سنين، لأن الأزمات بتزيد وهتزيد وهتشتد لسه. الأزمات العالمية احنا قاعدين مفعول به. يعني انت ما خدتش بالك ان احنا قاعدين اللي يضرب بومبه في اي مكان في العالم نجوع احنا؟ انت مش ملاحظ ده؟ يعني ما خدتش بالك من الموضوع ده؟ هل حل الموضوع باننا نزيد الطين بله، ولا شويه عقل ومسؤوليه ويبقى الكل عنده مسؤوليه لامن واستقرار المنطقه وامن واستقرار بلدك ورخاء شعبك وهدوء شعبك، وان شعبك يلاقي اساسيات الحياه؟ ده المهم للكل بالمناسبه. مش اني ارد على اعلانات بهيجه، اعلان بهيجه السيمو بانها هتعمل ارشيف المملكه وهتتيحه للدارسين. يا عم ما الناس تقول تدخل الدارسين والتاريخيا والمؤرخين في العالم يقولوا لا ده غلط ده صح، ده ايه اللي مزعلك؟ بدات القصه من ساعتها. نشر جت المجله مروك ابد وقامت نشر الغلاف، قاموا خلاص بقى كده فرقعوا. دي بقى الابره اللي فشت البالون.
قال لك بقى هو مناورات وجايبين صورة الجيش وبتاع ومناورات وعلى الحدود ومناورات بالذخيرة الحية. يا راجل ليه ده كله يعني كلفت نفسك ليه يعني؟ الموضوع مش مستاهل يعني رد في الصحافة وخلاص يعني رد على الموضوع في الصحافة يعني، وعندك وثائق انشرها انت كمان وخلاص يعني. مادومير بيقول طول النهار والليل اهو المغرب حرك قواته. مفيش كده في الدنيا، ولا ده اصول ولا ده منطق، ولا ده يضمن امن واستقرار المنطقة، ولا ده يضمن ليك انت على الاقل حتى الامن والاستقرار والسلام والرخاء ونهاية الازمات اللي انت فيها دي. ده بالعكس ده يزيد الطين بلة، يعني التحرك بهذا الشكل يزيد الطين بلة ويخلينا نقول مفيش امل يعني مفيش امل بصراحة يعني. لازم شوية سياسة، شوية عقل ومنطق. دول المنطقة يعني يبقى لها حوار بيناتها ان ننهي الخلافات دي، لازم تنتهي الخلافات دي، لازم تنتهي. مفيش كلام، مش هتستمر المسألة كده ان كان النهاردة ولا بكرة ولا السنة الجاية ولا بعد 20 سنة. الخلافات دي لازم تنتهي بين دول الجوار في منطقة المغاربية، لازم تنتهي. اتحاد مغاربي ده طرق النجاة للكل، وده اللي المفروض الكل يعرفه. انما تلوح بالحرب وتحرك القوات عشان غلاف مجلة. طب ما العالم، انت متخيل العالم هينظر لهذا العبث على انه ايه؟ يعني انت بترد على ارشيف المملكة بالقوات العسكرية؟ مش سهل على فكرة، ولا حد يربح في دي، ولا الخيار العسكري عمره كان حل لأي قضية. ومن يلجأ للخيار العسكري بسهولة كده هو اللي هيتوحل في الاخر وهيغرق، لان هيبقى هو البادي، والبادي اظلم دائما. لذلك بقول يا جماعة شوية عقل، مفيش حاجة اسمها كده، والتلويح بالحرب مش سهل، ومفيش حد يقدر يقدم على حرب في المنطقة بهذا الشكل. ودلوقتي تحديدا اهدوا شوية، المسألة أبسط من كده بكتير. القصة مجلة نشرت خريطة مش عاجباك رد عليه. مادومير عمال يقول ليل نهار عادي يعني، ولا ايه؟ دي الحكاية.